اوكي تعالوا احكي لكم هالكم يوم شو رح يصير معي. اليوم حاملين حالنا ورايحين على الدوحة قطر انا ومصطفى. المفروض نكون نحن بقطر بتاريخ 7/12، بس ما قدرنا نروح. ليش؟ لانه الحمد لله حياتي فل، عندي دراسة، امتحانات، شغل، تصوير اعلانات ومليون شيء. فحبيت اجي قبل بيوم او قبل كم ساعة من الايفنت. نحن الايفنت بكره رح يكون ايفنت توزيع الجوائز. للي ما بيعرف انا مترشحة لجائزة، وباذن الله باذن الله بنفوزها، واكيد اي حدا بيفوزها بيستاهلها. وهي واحد. اثنين، رح احمل حالي واروح هلا. رح نوصل على قطر الساعة 10 بالليل. بتوقع نحمل حالنا ونطلع شي مكان، بعدين نرجع ننام ونجهز حالنا لبكره. او ممكن انا وافيق بكره بكير كمان نطلع نعمل شي شغل الصبح. ف كتير متحمسة للايفنت. اول شي حابة اقول انه وصولي لمرحلة النهائي هاي لحالها جائزة بالنسبة إلي. ومن بين أكثر من 200 انفلونسر أنا كنت ضمن آخر 5، فهذا فخر إلي. وإنه شيء كتير حلو إنه أنا رغم الضغوط ورغم الشغل ورغم الدراسة أنا قاعدة عم بترشح وعم يجيني هيك فرص كتير حلوة. شكرا كتير لكل حدا صوت لي، شكرا كتير لكل حدا ذكر اسمي، حبني، تابعني. شكرا كتير لكل حدا بحياتي، أنا بحبكم كتير. وبإذن الله بنتطور مع بعض. وهي مو آخر جائزة بترشح إلها ولا أول جائزة بترشح إلها. إن شاء الله خير يا رب، واللي الله كاتبه بصير. وبس حسيت شوي الموضوع مؤثر إنه أحكي لكم إياه هيك، لأنه أنتم عائلتي الثانية يعني. وأتوقع كمان كم ساعة بخلص التصويت، فإن شاء الله خير. أتوقع رح أحط لكم هون اللينك، إذا بدكم تصوتوا لي صوتكم، تصوتوا لي